عشان كده داود عبد السيد حول لك المواطن والمخبر والحرامي لمجتمع صغير مفتوح على بعضه، وبقوا التلاتة معترفين بعذرهم ونقصهم وخطاياهم لبعض، وما بقاش في حد بيبص للتاني بنظرة أنا الأحسن منك وأنت جاهل اللي ما بتفهمش، ولا أنا اللي هخش الجنة عشان ما بقبلش بالأفكار الإلحادية بتاعتك. بالعكس، كلنا فاسدون على رأي أحمد زكي. وفكرة إن المجتمع كله بقى سايح على بعضه للدرجة اللي تشوه فيها الذوق العام واختلط الحابل بالنابل، وما بقاش حد عارف دي مع مين ولا ده مع مين، ولا يفرق حتى بين الفاسد والشريف والمخبر. وبيتحول المجتمع في تقاطيع الفنان شعبان عبد الرحيم لقط اتجوز فور. اسمع الطرب. تمت الجوازة والفار بقاله قط، والبركة في المعلم مش أي خد، البركة في المعلم. فيلم مواطن ومخبر وحرامي يا شقيق مش مجرد فيلم سينما خالص، دي رؤية فلسفية جريئة بتواجه المجتمع بكل دهاء ومكر. مجتمع دايما بينزف من ذوق عام ضايع لنخبة فاسدة بتحاول طول الوقت تظهر بالشكل اللائق. الخلاصة يا شقيق، داود عبد السيد من أول مشهد وهو بيقول لنا إن كل طبقة عندها السجن الخاص بتاعها. الفقير محبوس في لقمة العيش والفول المدمس اللي فيه حصو، الغني محبوس في ميراثه وثقافته المترفة اللي مش لاقية أرض تمشي عليها، والمخبر محبوس في السلطة اللي ماسكها وبتديله هيبته، بس في نفس الوقت مقيد بيها ومش قادر يسيب عصايتها. وده يخلي كل الشخصيات في الفيلم سجناء حتى لو لبسوا بدل شيك أو طلعوا في طبقة مختلفة. والمجتمع اللي مش بس أعور، ده بقى شايف القبح جمال وعاوز يعيشه بشكل يومي. وده يربطنا أكتر بفكرة الفيلم، وإن التواطؤ العجيب بين المواطن والمخبر والحرامي خلى اللي كان مرفوض امبارح يبقى عادي النهارده مقبول بكل صوره. يعني زمان لو كانوا قالوا لك انك هتشوف لايف لبنت بتشتم ابوها وتقول ازاي البنت دي ممكن تتشهر او المجتمع يقبلها، البنت دي بتتحول للحظه انها تبقى نجمه من نجوم المجتمع. انك تشوف ناس اساسا يعني بتقول عليهم ان هم قدرات غير عاديه يطلعوا في لايفات ويشتموا ويقولوا كلام زي اللي انت بتشوفه وبتسمعه كل يوم، كنت مستحيل تصدق ده. مش هقول لك من 10 سنين ولا 5، من سنه فاتت او من قبل ما هم حتى يطلعوا. ولا انك كنت مثلا لو حد قال لك ان هتشوف في يوم من الايام بنت او ولد يطلعوا يقولوا لك اني باخد من بابي 3000 كي في اليوم ولا 30 كي في الاسبوع، وده مصروف ايدي ولا مصروف الشهر ولا وانت يا عيني مرتبك ما بيكملش 3000 جنيه في الشهر. ولا عمرك برضه كنت هتصدق انك ممكن تشوف فنان مشهور او فنانين مشهورين يطلعوا يتباهوا بعربياتهم وبحلقانهم اللي هو اساسا لا يمت لثقافتنا.